اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الطريق. كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على موسم عيد. تخيل تكلم باباك او مامتك تقول له عايز 4000 جنيه عشان اجيب خروف لابو صاحبتي او ابو صاحبي. تعالوا بينا نشوف ردود الفعل هتكون ايه. متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل علامه الجرس، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. يلا بينا. ده ابوك رايق قوي. مش بقول لك صاحبي؟ عايز 4000 جنيه. ايه يا اخويا؟ عايز 4000 جنيه. لا عايز اجيب خروف لابو صاحبتي. اديك فلوس؟ ايوه انا مصاحبك اصلا عشان الفلوس. انا ممكن اديك حاجه ثانيه غير الفلوس. لا مش هينفع، انا عايز الفلوس بس. ان شاء الله. يا طنط طب يعني الفلوس جاهزه عشان محمد اتفق مع بابا انه خلاص هيجيب الخروف واتفقنا خلاص. يا طنط ايوه يا حبيبي استنى، انا هديك 4000 جنيه منين؟ يا طب ما بقول لك ايه، ما هو قال لي ان هو هيجيب لنا الخروف السنه دي. هيجيب ايه؟ وعدني انا وبابا. وعدك انه يجيب لك خروف؟ اه. طب ما هو ذات نفسه خروف، ما تاخديه هو بدل الخروف. ابن حضرتك وعد بابايا ان هو هيجيب لنا الخروف في العيد. خلاص يا ستي نجيب لك عجل مش خروف. يعني هتبعتهم لنا امتى؟ لما نيجي نقرا الفاتحه بقى. لا هو مفيش فتحه يا عم، واحنا اصحاب بس. بس كده؟ اه. لا لازم نقرا الفاتحه، ما عندناش رجاله بتصاحب بقى. لا صدقني احنا اصحاب بس. لا يعني كده تمام يعني؟ يعني هو قال لنا ان انت هتبعت له الفلوس. اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ يا عمو مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا صاحبة ابن حضرتك وبقول لك ان هو اتفق مع بابا خلاص انه هيجيب لنا الخروف. كويس، هو خروف. ايه؟ كويس. هو ايه يا عمو؟ نعم بقول لك كويس يا حبيبتي. طب ما هو قال لي انه هيجيب الفلوس من حضرتك. نعم عايزه ايه؟ قال لي انه هيجيب الفلوس من حضرتك. ربنا يسهل يا حبيبتي، ربنا يسهل. يا عمو ده خلاص اتفق مع بابا، بقول لك احنا يعني جايين اصلا ناخد منك الفلوس. لا يا حبيبتي مش هينفع النهارده خالص. لا يا عم هو مش هينفع نيجي غير النهارده. لا ما هو بقول لك مش متوفر دلوقتي يا حبيبتي. نعم؟ قول لصادق لسه مش متوفر الكلام اللي هو بيقوله ده. ايه ده؟ انا وهي هناخد الفلوس ولا ايه؟ يلا نعرف. يا طنط نعم. ازي حضرتك؟ مين؟ مريم مين؟ انا مريم صاحبته. مريم مين؟ انا مريم صاحبته في النادي. اهلا يا ازاي حضرتك؟ بصي هو ابن حضرتك قعد مع بابا وقال له ان هو هيجيب لي خروف العيد هديه. فقال لي ان هو هيجي ياخد الفلوس من حضرتك. فالفلوس جاهزه؟ لا بصي افتحيه هو ده الخروف وخديه، مش مشكله. انا مش بهزر، هو اتفق مع بابا وقال له ان هو هيجيب ال 4000 من مامته. هو عيل يا حبيبتي، ما تاخديش على كلامه. يا طنط طب يعني ما هو كلمه لبابا هيبقى شكلنا وحش قوي. لا مش مشكله يا بابا، بص لو بابا عايز يضحي بيه في العيد انا موافقه. شكرا. يا طنط طب هو بيقول ان انتوا معاكم فلوس كتير، 4000 جنيه ده مش كتير. بيكذب عليك يا حبيبتي والله. ايه؟ بيكذب. هو قال ان انتوا ممكن تبيعوا التلفزيون عادي. ممكن ايه؟ التلفزيون عادي وناخد الفلوس ونروح نجيب الخروف. انا بصي انت هاتي لي تلفزيون وخدي مثلا هديه. يا طنط طب اقول ايه لبابا؟ قولي له اللي انا بقوله لك ده. والله صدقيني هو اتفق معايا ويعني يبقى شكلنا وحش، وبنت عمتي لسه جايه لها خروف. اشمعنى هي يعني؟ قولي له بصي، قولي له مامته يا بابا بتقول لك خده واديها بداله تلفزيون، مروحه، اي حاجه. خلاص يا طنط يعني، بس يعني انا كنت هاجي انا ومازن دلوقتي ناخد الفلوس. تعالي اهلا وسهلا. يعني هتدينا الفلوس؟ هتدينا ال 4000 يا طنط؟ هديله 4000 جنيه في وشه. ليه يعني مش فاهمه هو 5000 جنيه دلوقتي ولا ايه؟ طب ما انا محتاجاهم بس عشان عايزه اجيب بيهم خروف للعيد. خروف؟ اه. مين قال لك كده؟
انا اللي بفكر في كده يعني علشان هديه لحد. هديه لحد اعرفه يعني وكده. هو ايه اللي هتديه لحد؟ الخروف. ازاي يعني؟ مش فاهمه دي. واحد زميلي في الشغل. لحد يعني زميلي في الشغل وكده يا ماما. ماله ده يعني يا ماما عادي بنتبرع لله يعني وفيها ايه؟ لا يا اختي، احنا قولي له احنا مالوش دعوه، هو احنا هندفع لوحدينا مالكيش دعوه. لا يا ماما بجد. انا عايزه 5000 جنيه يعني دي حاجه يعني احنا معانا فلوس كتير. صدقه. يا اختي لما اجي اذبح انا محدش هيذبح. طب انا دلوقتي اتفقت معاهم اعمل ايه؟ انا اتفقت دلوقتي اعمل ايه؟ قولي له ماما بابا هيذبح لنا، ما خلاص مالناش دعوه. شكلي هيبقى وحش قوي لو رجعت في كلامي. انا كده شكلي هيبقى وحش يا ماما جدا يعني. يخرب بيتك. ماما احنا ممكن نبيع التلفزيون. طب وفيها ايه يا ماما؟ طيب يعني هم 5000 جنيه دولت يعني على فكره. طب طب يا ماما انا هبقى اسددهم لك بعد كده. يا بابا ولا شكلك كده فيك ايه؟ انا اتفقت مع باباها خلاص. انا خلاص كنت متفق مع باباها. بطل يا حبيبي بطل يا حبيبي، الله يهديك عشان ما تكونش تعصب عليك ولا تمشي من الاول. يا بابا انت معاك فلوس كتير 4000 جنيه. طب انت يا بابا معاك فلوس كتير مش هتفرق يعني. انت بتتكلم مين؟ انت مين اللي جنبك يا عم؟ انا يا بابا لوحدي. لا في حد جنبك. محدش جنبي خالص. طب ماشي يا عم. طب بس خلاص لما خلي نظرتي فيك زفت اكتر ما هي زفت اصلا. يلا غور في ده. تسلم عينك. تاخدهم منك امتى؟ لو عايزهم دلوقتي قول لي انت فين واجيبهم لك. انا دلوقتي في التحرير. اجيبهم لك من التحرير. خلاص. طب انت فين فين؟ دلوقتي؟ وانا بقول لك نازل من الشغل لسه. لسه يعني في رمسيس. نازل اهو، لسه نازل اهو. طب اجي انا وصاحبتي ناخد الفلوس طب اجي منك. انا وصاحبتي اخد الفلوس منك. يا سلام. ايه؟ يا سلام انت تؤمر يا حماده. الله يخليك يا حاج. هو ده العشم برضه. بقول لك يا عم احنا ممكن نيجي دلوقتي. انتوا واعيين بقى. اصل يا عم اصل هو وعد بابايا ان هو هيجيب الخروف النهارده وهياخد الفلوس من حضرتك. يعني هنيجي دلوقتي. تعالى. هتدينا الفلوس؟ ده انتوا تنوروا. يعني الفلوس جاهزه؟ والله بص يعني انتوا نصيبكم بقى، احنا هنقلب في المحفظه واللي فيها خدوه. يا عم اصل ابن حضرتك قال لي انك معاك فلوس كتير و4000 مش ازمه يعني. الحمد لله رب العالمين بفضل الله كله. يعني خلاص هتدينا الفلوس؟ ان شاء رب العالمين. كلها؟ وبعدين ده انا من عمري واقف جنبيك اهو. ربنا يخليك يا حاج. هو ده العشم وانا عارف بكده طبعا. يا عم نيجي دلوقتي؟ لا اله الا الله. بقول نيجي. اتكلم انجليزي. اتسنرت الشابتر برنامج سمر هوليداي. اهو بيكلمك انجليزي اهو. ماشي يا حاج. ماشي خلاص احنا انا جايين. جاي اهو. ويا ريت تخليهم 5 عشان لو حبيت اصرف عليها ولا حاجه. تبقى بيعملوا معاك مقلب دلوقتي. بيت ابوك يا اخي تعالى ونتكلم. ماشي. غني لها اغنيه يلا. هو بابا بيغني؟ بقول لها غني لها اغنيه يلا على الكاميرا اهو. قول لها كنت في طول العمر وعيش حواليك. قول بابا باي باي. قول بابا باي باي. ده بابا جاي يغني. يحكي من حب كتير وسمعت وقلبي شهيد وسكت وفكري شهيد وسمعت وقلبي شهيد. وانا اللي كنت فاكرة انه يشتكي من بعدي فاجئني بقصة تانية واشتكيت من الحب الوردي. وانا اللي كنت فاكرة عرفتش ايه اقولها شدت كلامي منها ومشيت لوحدي واشتكيت من الحب الوردي. وكني في دنيا تانية مسؤولة ومش بوعي وتاريخ أنا شالت قلبه.